مهم نعرف ايه البلاتفورم السوشيال ميديا الموجوده في مصر بترتيبها اقدر اماركت عليها للشغل بتاعي. رقم واحد اول بلاتفورم واهمهم في مصر هي الفيسبوك. الفيسبوك هي المنصه الاكبر والاشهر والاكثر استخداما في مصر لكل فئات المجتمع، كلاس A، كلاس B، كلاس C، من كل الفئات العمريه او رجاله او ستات بيستخدموا فيسبوك باكبر قدر ممكن في مصر. ثم البلاتفورم اللي بعديها على طول هي انستجرام. انستجرام منصه مهمه جدا، بكلاس يعني او بنستهدف فيها كلاينت من كاتيجوري اعلى من الفيسبوك شويه، ولكن هي كثقافه في مصر مش منتشره بقوه. يعني مش هتلاقي كل الناس عندها انستجرام، مفيش حد النهارده ما عندوش فيسبوك، ولكن في ناس عندها فيسبوك ما عندهاش انستجرام. فهل انا لازم يكون ليا وجود على انستجرام؟ مهم جدا، ولكن هو مش رقم واحد بالنسبه لي في الاهتمام او في الماركتنج او في الادز اللي هصرفها او الفلوس بتاعه التسويق. فدي تاني نقطه. تالت نقطه بقى كل البلاتفورم الباقيه بالترتيب كالاتي. رقم واحد التيك توك، وهي منصه بقت مهمه قوي النهارده وبقت معانا في الماركتنج بشكل قوي، ولكن مش بنعمل عليها ادز، او انا بشوف ان هي مش مناسبه ان احنا نماركت عليها باعلانات، لانها بتارجت عميل ولكن مش بتارجت عميل مهتم بالحاجه اللي انا بقدمها. يعني هو عميل باختلاف بقى سنه وجنسه ومكانه، ولكن بنستخدمها في حاجه اسمها البراندنج، مش عمليات الشراء، ان انا ابني اسم للعلامه التجاريه بتاعتي، زي بيبسي، زي كوكاكولا، زي اي شركه اي حد بيحتاجها، فبالتالي بتشتغل على تيك توك. بعد كده عندي اليوتيوب، وهو نفس الاستخدامات بالظبط، او نفس كل ما ينطبق على تيك توك ينطبق على اليوتيوب. طيب بعد كده في عندنا تويتر، في عندنا سناب شات، ودول في مصر مش مهمين خالص، او يعني مالهمش عميل مهتم بطريقه كبيره قوي، والاكبر بيكون في استهدافي لدول الخليج. لو انا ناوي ابيع المنتج بتاعي ده بره مصر وعايز استهدف دول خليجيه، ممكن ساعتها استهدف عن طريق السناب شات او عن طريق تويتر.